مرحبا بكم يا محبي التاريخ. سنتعمق اليوم في أحد أكثر المواضيع إثارة على مر العصور، أسرار الأهرامات وتماثيل الفراعنة في مصر القديمة. لنبدأ بالأهرامات. هذه الهياكل العملاقة لم تكن مجرد مقابر، بل كانت إنجازات هندسية هائلة. تخيلوا هذا، أكثر من مليون كتلة من الحجر الجيري، تزن كل منها ما يصل إلى 15 طناً، موضوعة بدقة لبناء هرم خوفو الأكبر. كيف فعلوا ذلك بدون آلات حديثة؟ لا يزال الأمر لغزاً، لكن النظريات تتراوح من استخدام منحدرات ضخمة إلى أنظمة بكرات معقدة. لقد استخدموا أدوات بسيطة مثل الأزاميل النحاسية والزلاجات الخشبية، والدقة مذهلة، فقاعدة الهرم الأكبر مستوية بشكل شبه مثالي. لم يكن هذا مجرد تكديس للحجارة، بل كان مسعى رياضياً متطوراً. الآن نتحدث عن تماثيل الفراعنة المثيرة للفضول. لم تكن مجرد عناصر زخرفية، بل كانت رموزاً للقوة والصلة الإلهية. نحتت هذه التماثيل من الحجر مثل الجرانيت والديوريت، وغالباً ما صورت الفراعنة في شكل مثالي لا يتأثرون بالزمن وكاملين. أحد أشهر هذه التماثيل هو تمثال أبو الهول العظيم بالجيزة، بجسم أسد ووجه الفرعون خفرع، يبلغ ارتفاعه 66 قدماً، وهو يكتنفه الأساطير والخرافات. لكن ما الغرض منه؟ من المحتمل أنه لحراسة هضبة الجيزة والعمل كرمز للقوة والحكمة. التفاصيل في هذه التماثيل مذهلة. أمضى الحرفيون سنوات في اتقان حرفتهم لضمان تجسيد كل ميزة بدقة. العيون والوضعية والشعارات الملكية كلها لها أهمية عميقة. نقلت هذه التماثيل الحق الإلهي للفراعنة في الحكم ووجودهم الأبدي. لا ننسى النقوش والهيروغليفية، غالباً ما تحكي قصص الانتصارات والنعمة الإلهية والحياة الأبدية. لم تكن هذه المنحوتات مجرد فناً، بل كانت شكلاً من أشكال رواية القصص وحفظ السجلات للحفاظ على إرث الفراعنة لآلاف السنين. لذا في المرة القادمة التي تفكر فيها في مصر القديمة، تذكر أنها لا تتعلق فقط بالمومياوات والكنوز، إنها تتعلق بالإبداع المذهل والرمزية القوية والإرث الخالد لحضارة تواصل أسرنا. شكراً لانضمامكم إلي في هذه الرحلة إلى الماضي. إذا استمتعتم بهذه الغوصة في التاريخ، فلا تنسوا الإعجاب والاشتراك لمزيد من القصص الرائعة من تراث عالمنا الثري. أراكم في المرة القادمة.